عليكم، يا اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن الشعر النابي او الكينكي او الافريقي او المجعد. الكلمات دي بتستخدم بطريقه سلبيه وبتثير بعض مشاعر الحزن جواه. للاسف الشديد بيستخدم في اهانه بعض الاشخاص برغم انه ملهمش اي ذنب في نوع شعرهم او اختيار نوعيه الشعر اللي هم اتخلقوا بيه. وخلونا بقى نسال العلماء، هو احنا ليه شعورنا كده؟ ليه شعورنا فيها خشونه او مجعده؟ الشعر اللي قدامنا ده هو نتيجة حاجتين: شكل وحجم بصيلة الشعر، هي اللي بتسبب الشعر اذا كان سميك او خشن او الشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان للاسف الشديد انزلاق الزيوت على شعرنا مبيبقاش بسلاسه من كتر التجاعيد اللي موجوده في الشعر، فمنقدرش نوصل كل الزيوت للاخر الشعر، فالاطراف بتبقى الى حد ما هيشه وفيها جفاف. بس ده طبعا ما يخليناش زعلانين لان ده مش ذنبنا. العلماء قالوا ان ده بسبب جين، في جين مسؤول عن شكل وحجم البصيله. يعني احنا مالناش ذنب؟ ايوه انت مالكش ذنب. يعني انا عنايتي بشعري هي السبب؟ لا 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 ابدا، ده الجين، الاخ الجين هو السبب في ان شكلين شعرنا افريقي او مجعد او نابي او اي مسمى بيطلق عليه. انا هوريكم دلوقتي بطريقه اسهل شويه. احنا دلوقتي قدامنا اشكال مختلفه من البصيلات، شايفين المدوره قوي دي واخده شكل الدائري حلو، دي اللي بتطلع لنا شعر ناعم. اللي فيها كل بيضاويه شويه يبقى ويفي شويه. يكون شكل البصيلة أضيق كل ما شكل التجاعيد في الشعراية يزيد أكتر. نوضح الموضوع بسرعة عشان يعني إيه، حاسة أنا بقول كلام كده مش مفهوم. دي كده نتخيل البصيلة على هيئة ثقوب على فروة الراس. هنجيب شعر نحلقه زيرو، هنلاقي بقى ان فروة الراس مليانة ثقوب. الثقوب دي لا اما بيضاوية او دائرية او متعرجة او اي شكل زي ما انتم شايفين كده. خلينا نوضح الدنيا اكتر واكتر بشكل عملي بقى. ده قمع كيس حلواني، وشايفين الرسمه بتاعت كيس الحلواني اللي هي المعدن دي. شايفين الثقوب اللي فيها لا اما تكون دائريه زي ما انتم شايفين، لا اما تكون فيها تعريج. طب انا لما احط فيها كريمه وابتدي اضغط على الكيس الحلواني هتطلع لي شكل ايه؟ يعني خلينا نتخيل كده، اكيد طبعا هتطلع شكل مستقيم، وهو ده نفس بالظبط اللي بيحصل في بصيلة الشعر. الفيديو ده فيديو اجنبي وبصراحة موضح الفكرة بطريقة حلوة قوي، فقلت يلا ننقلها معانا. خلينا بقى نجيب شكل تاني من كيس الحلواني والمعدن اللي قدامه ده اهو، فيها شايفين ضيقة ازاي واشكال بقى كتيره بقى. ونبتدي نضغط على الكريمه هتطلع لي شكل ايه، واخلي ايدي مستقيمه هتطلع لي شكل فيه تعريج وانحنايات على حسب دي وشكل القمع بالطريقه دي. وهو ده بالظبط اللي بيحصل برضو مع بصيله شعرنا. مش كده كمان، ده كمان حجم البصيلة بتتحكم في سماكة الشعراية. يعني لو الفتحة ضيقة يبقى السمك اكتر، لو الفتحه صغيره يبقى السمك اقل. زي بالظبط كيس الحلواني لما تجيبي كيس كريم شانتيه صغير ولما تجيبي كيس حلواني من الكبير. وليه بقى انا شعري خشن؟ لان في التفافات كتيره في الشعرايه، فبتدي عدم تدريج. يعني لما تيجي تمسكي الشعرايه ما تبقاش ماشيه ستريت، فكتر التجاعيد دي تحسي ان في خشونه. على فكرة رغم ان الشعر ده بيتقال عليه افريقي، بس هو والله مش للشعوب الافريقية بس او مش للشعوب الافريقية بس، لا ده احنا بنلاقي اجناس كتيرة جدا فيهم عندهم الشعر اللي هو الافريقي ده. ممكن الاسيويين كمان، وممكن نلاقي الكوريين اللي هم شعرهم ناعم عندهم شعر. ممكن البيض زي السمر، يعني هو مش مرتبط خالص بالعنصر الافريقي على قد ما هو لا موجود في الشعوب كتيرة قوي يعني. الشعر الافريقي من احلى الشعور لانه هو فيه تفرد، سهل ان انت تشكله، سهل ان انت تعمل له حاجات كتيره حلوه، سهل ان انت تشكل وتنوع في الشعر. زي بالظبط كيس الحلواني الدائري ده احنا مش بنستخدمه، احنا بنستخدم دايما اللي فيه اشكال وتعريج عشان نطلع احلى الاشكال. بس هو عايز دماغ فاهمه وعايز عنايه بطريقه صح معاه. اقول لكم ايه، يا رب يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومه البسيطه دي. اشوفكم على خير ومع السلامه.